وأنا راح أتكلم عن حسرة كل شاب عراقي حاول أن يعيش سعيد لكن للأسف راح اتكلم حسرة بيا وما اريد احد يحكي عليا. طالب كنتو هسه كاسب وتخرجت من الكلية، هواية تعبت قد عانيت ويا مسهرت قد قريت، وحتى اصير انسان ناجح ما مرة اتذكر غشيت. عندي شهادة ما مزورها بذراعي اني ماخذها، بالحائط اني معلقها وكل شي ما محصل من عدها. قد وعدوني وما عينوني مو ضيعوني، رايد حل رايد اعيش وبس بيش. صوتي ليش ما يوصل؟ من تسمع الاخبار تكيف وضع اللي يدرس كلش زين، يطلع مسؤول يبشرنا راح نعين الخريجين، راح نوكل الجوعانين، راح نكرم الفنانين ونبني جوامع نبني مصانع ونبلط كل فرع وشارع. بس لما ترجع للواقع كل حكي اصلا مو نافع. مسؤول وما عنده شهاده، قائد ماكو بروحه قياده، يريد يعالج حزن الناس وهو مخلص عمره سعاده. تعبنا هالتايين مو تعبانه، قدمنا احلى هواي ما عينانا، مو حاله والله هاي صارت مذله، نبجحنا صار سنين ما عينانا. يعني اللي يدرس ما يتوظف يعوف المستقبل بالصف، سنين اللي بعمره ينساهن ومن يحكي حسب وخرف. مو وضعيه فهم علي، اعرف ناس هوايه تخرجوا بيهم عاف الوطن وراح وبيهم عايش ما مرتاح، والباقي بس يشتغلون بالسوق اشياء يحملون، وبيهم بسطيا مفتحين ومن فشلتهم مدنقين. ويعني وتاليها بعدين ليش وقت نظل تعبانين؟ شنو معناه الشاب معذب؟ ليش الزمن بوجهه يصعب؟ يبتلي لو حبل بنيه تعيين الندم مع الحب، لاخر لحظه تظل جنسيته الحاله الزوجيه اعزب. المن نقرا والمن نكتب والمن نركض والمن نتعب، ليش احنا من دون العالم ما نميز جاهل من عالم؟ راضين بهالوضعيه كل ما نحكي عالظالم، قصتي بعدها لا ما فدها وصلت حدها تعبي وين؟ ابقى طالب هذا الواجب الكل طالب بالتعيين.